معممين، فسنية أو شيعية هي ليست الخلافات السياسية. احنا نشوف الشعب الإيراني الله يحفظهم إن شاء الله أنه يضربون عمامة رسول الله ويوقعوه. إذا كان أنت عندك خلاف ويا الدولة فأنت دولتك موجودة، روح ادعى الدولة كسرها، بس لكن هاي عمامة رسول الله تجل وتقدر في كل مجلس من المجالس. وإحنا حقيقة مهما نكبر ما نعبر عمامة رسول الله ونحاول نمشيها قدامنا في كل محفل. هذه عمامة رسول الله ليست للخلافات السياسية وليست للنزاعات الدولية، بل هي مقدسة. أحسنت. وأنا نيابة عن كل الشعب العراقي أقبل هذه العمامة وأسأل الله وأن نتبارك بها. أسأل الله أن يحفظكم، فالله يخليكم. وجل احترامي للشعب العراقي لا يحاولون ينشرون مثل هيك مقاطع، لأن هيك مقاطع راح تشوه سمعة الشعب العراقي. ما لنا شغله بهم، انت لا تشارك ولا تنشر. هذه عمامة رسول الله عمي بيها حوبه، ترى بيها حوبه وطقتها توجع. الله يخليك. احسنت. وايضا هي هذه هجمه على المذهب وتضعيف المذهب. هذه عمامة رسول الله ليس مهما كانت سنيه او شيعيه. اخواننا السنه هم لديهم معممين، فسنيه او شيعيه هي ليست الخلافات السياسيه. بارك الله فيك.